اقسم لك انا لسه ساحره او دجاله، لكن انتي مأجله حياتك. ولا نجحنا مع اللي نجحوا وعدوا، ولا فشلنا مع اللي جربوا وقالوا لا ده مش مناسبني. احنا وقفنا في النص. لو عديتي 18 سنه عايزاكي توقفي سكرول وتسمعيني. مشكله دايما في الاراده الحره. لما تتحطي معاها في اوضه واحده دي بتحطي معاها مخاوفك كلها في ان انتي خلاص تاخدي قرار ممكن يبقى غلط، في ناس هتشمت فيا، في ممكن متوفقش فيه وازعل قوي واخسر كتير. بس في حالة انتي ما خدتيش قرار خالص انتي ما بتخسريش حاجة غير نفسك غير وقتك. اساس الندم على قرار غلط اهون بكتير من ان انتي تحسي بالندم ان انتي ما خدتيش قرار ابدا، ما كان لكيش رأي ابدا، ما عملتيش حاجة انتي كان نفسك فيها وقلتي انا ما توفقتش او انا غلطت. لكن انتي ما خدتيش قرار اصلا، انتي مش محور الكون، وقراراتك غالبا مش مؤثرة على حد غيرك لو انتي في سن صغير. فاغلطي فهتبقي عرفتي ايه الصح. انما لما ما تغلطيش خالص، ما تاخديش قرار خالص، عمرك ما هتعرفي ايه الصح، وتفضلي بتحلمي بما لم يتم ادراكه، باللي انتي ما عملتيهوش. هتفضلي مفكرة ان انا لو كنت عملت كذا كان زماني احسن واحدة في الدنيا، كان وارد جدا انتي تعملي الكذا ده وما تتوفقيش فيه، زي حاجات كتير جدا في الحياة.